السلام عليكم ورحمة الله، نصلي على الحبيب عشان قلوبنا تطيب. النهارده كان المفروض ان الكشري ده معمول يوم الجمعة، كان الحبايب كلهم متجمعين. يا رب بارك يا رب في حمايتي، ودايما البيت مفتوح بحسها ويخليها لينا يا رب، ودايما كده تكون مجمعانا، امين يا رب العالمين. هي أنا النهارده هنعمل كشري. هي اللي بتعمل الكشري دي ابله سهى، دي اخت جوزي الكبيره، ربنا يا رب يبارك فيها وفي صحتها ويديها الصحه يا رب والعافيه، وتفرح باولادها. ربنا يا رب يوسع عليهم ويرضيهم ويرزقهم بكل اللي نفسهم فيه، امين يا رب العالمين. دول اخواتي بصراحه، مش اخوات جوزي، يا رب رب ربنا يخلينا لبعض يا رب. مش قادره اقول اكتر من كده بصراحه. احنا هنا بنبتدي بايه؟ بنبتدي بالبصله اللي هي اللي هنحطها على وش الكشري كده من فوق، علشان انا الزيت بتاعها عايزينه، ف بنرمضه بس بمعلقه نشا علشان خاطر يطلع معانا مقرمش. ومش بنحطه كله مره واحده، يعني احنا هنعمله على 3 مرات، لان احنا كنا عاملين كميه بصل كبيره جدا. المفروض كنا خدنا من الزيت بتاع البصل للشعرية والرز والعدس، بس ايه احنا كنا بصراحة مستعجلين، كنا خايفين ابي محمد يجي. فابي محمد لما بيجي خلاص بقى بنبقى مخلصين كله وكلنا قاعدين جاهزين فكنا خايفين بصراحة احنا اتأخرنا المرة دي، اتأخرنا في عمل الأكل. فقلنا خلاص نعمل الرز بشعرية دوت، نعمله بالزيت عادي، بس هنعمل له تكة في الآخر كده، خليكي مركزة معايا. هنعمل ايه معاه؟ احنا هنا حطينا برضو ميه للمكرونه، وحطينا حبه زيت، وحطينا حبه ملح. ونرجع تاني للحله بتاعتنا اللي فيها الشعريه. يا دوبك اول ما الشعريه تاخد اللون وتحمر كده، تبقى حلوه في الحمران بتاعها، ما تخليهاش فاتحه، يعني على قد ما تقدري خلي الشعريه تبقى غامقه شويه. هنا كنا غاسلين الرز بيتغسل وبيتحط في ساعتها. وهنا العدس بتنقعيه في شويه ميه سخنين، ما بسلقهوش، يعني عايزه تديله نص سلقه اديله، مش عايزه تديله براحتك. احنا هنا ما كناش سالقينه ولا اي حاجه، احنا بس كنا ايه حاطينه في ميه مغليه وراكنينه على جنب لغايه ايه ما نيجي نعمل الشعريه والرز، بنضيفه هو كمان معاهم وهو مش مستوي، مش مسلوق. هنا بنعمل تكه حلوه قوي، بنجيب فصين توم وبشوريهم كده، والله هيعلي معاكي التست جدا. ركزي معايا في التفاصيل البسيطه الخفيفه ديت، بيطلع معاكي الطعم تحفه. هما فصين اتنين بس، وبسم الله ما شاء الله احنا عاملين كميه. هنا حطيت واحدة ماجي، وهنحط واحدة ماجي كمان، حطينا 2 ماجي، وحطينا فلفل اسمر، وحطينا معلقة كمون. كل ده يعني ايه؟ معلقة صغيرة مش المعلقة الكبيرة. وهنحط المية. بس انا عايزة اقولك برضو تاخدي بالك من حاجة، عشان العدس بتاعي مش مدياله غلوة. بضيف شوية مية زيادة، يعني احنا بنحط الرز بشعرية، بنضيف المية فوق بعقلة صباع. لا زودي مية كمان، لان العدس بيشرب الرز، بيشرب المية، انا اسفة، العدس بيشرب المية، فهتزودي حبة مية كمان، ما تخافيش. واول ما يغلي هتوطي عليهم ونسيبهم مع نفسهم. انا هنا كنت بوريكي البصلة لما كانت متحمرة كده، ورجعنا ايه رمضنا تاني بحبة نشا وحطيناهم تاني في الطاسه. برضو هي شغاله مع نفسها كده. ال- البصل يعني. هنا بنيجي بالميه اللي احنا كنا حاطينها اللي فيها الزيت والملح، وحطينا فيها المكرونه بتاعتنا، حطينا فيها مكرونه سباكيتي ومكرونه صغننه. تمام. وهنا الرز زي ما وريتك ان انا ايه وطينا عليه وسبناه كده مع نفسه. هنيجي هنا للزيت بتاع المكرونه. انا حطيت هنا خدنا حبه زيت للمكرونه، وهنحط المكرونه في قلبيها وتشوحيها. ممكن اصلا ما تحطهاش على النار، يعني ممكن هو حبه الزيت ونحط المكرونه. بس هنا دي هناخد الدقه، دي هنا كانت للدقه اللي هي الصلصه. هنحط حبه زيت، وحطينا حبه دقه، دي حبه توم، على فلفل مهروس احمر بس مش حراق، عشان طبعا في ناس بتحب الحراق وفي ناس ما بتحبش الحراق. هو توم يعني ايه، وهريسه شطه، بس الهريسه دي مش حراقه. هحط معلقتين خل اول ما التومه بتاعتي بس ايه تاخد لون، احط معلقتين خل. وكنت ضاربه الطماطم بتاعتي ما تصفيهاش، انا ما بصفيش الطماطم بتاعت الكشري. وعامه انا مش بحب اصفي الطماطم، علشان خاطر الطماطم القشره بتاعتها هي الفايده كلها، فاهمه قصدي. وهنا برضو حطينا هنا واحده ماجي. هنحط نحط اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنحط ورق غار، هنحط فلفل اسمر، برضو هنحط ايه كمون، دي للصلصه بتاعت الكشري. جربيها بالدقه كده في الاول، وبعد كده معلقتين خل، بعد كده بنحط الطماطم، بعد كده واحده ماجي، ورق غار او ورق لورا، فلفل اسمر، برضو حبه كمون. هنحط ظبطي الملح بقى بتاعك ده، الملح ده اختياري. إيه ما تنسيش بس تعملي لي لايك وتعملي لي متابعه لو انت مش متابعاني، وتعملي لي اشتراك على الفيسبوك لو انت مش عندي على اليوتيوب. هنا خدت حبه زيت من بتوع البصل، حطيته مع الرز وهديله تقليبه كده هيلمع معايا.
وهيديني نفس الطعم اللي انا كنت عايزاه في الاول خالص. واخده بالك؟ انا حطيت ايه كبشتين حلوين كده، وهنبتدي ان احنا نقلبهم. وطبعا انت موطيه النار، يعني اول ما بتشرب بوطي النار خالص عشان خاطر كله يستوي، وكله هيستوي، والعدس هيستوي، والرز هيستوي، والشعريه هتستوي، وكل حاجه هتبقى تمام قوي. وطي بس كده وسيبيه على جنب. هنا برضو خدت حبه زيت من البصل، صفيتهم. دي الحله اللي احنا كنا عاملين فيها المكرونه، يا دوبك اديناها شطفه بس وخلاص. وهنا المكرونه بتاعتي رحت منزلاها بقى وهديها تقليبه. وممكن زي ما بقولك ممكن ما تولعيش عليها النار تاني. يعني احنا مسكنا الحله بايدينا من ناحيه الايدين كده، وبقينا نقلبهم. ما تقلبيش بالمعلقه عشان ما تتهريش منك. هنا هنيجي نعمل الدقه. برضو فصين توم، والدقه بتاعتنا اللي هي الهريسه اللي احنا حطيناها مع الطماطم. واجي هنا وهي الصلصه بتغلي هاخد برضو معلقتين كده واحطهم. وحط طبعا عصرنا الليمون، الليمون الصيني اللي انا كنت جايباه من السوق. حلو قوي على فكره ونافع معايا بصراحه. وهنا هنزود لها بقى ميه. املي الطبق على الاخر ميه زي ما انت ما عايزه، لان احنا برضو كنا بنعمل بسم الله ما شاء الله بنعمل كميه. فحطيناها يعني ملينا الطبق. برضو هتدي لها رشه كمون، رشه كزبره، وهتحطي عايزه تحطي رشه بابريكا عشان خاطر تحمر اللون معاكي. حمري اللون لاني ما كانتش التسبيكه بتاعتي اتسبكت قوي. وهنا هحط ملح. وعايزه تحطي شطه حطي شطه، يعني الشطه دي بقى حسب الموجود. وهنا برضو حطينا معلقتين خل. وكانت الدقه والله يعني بسم الله ما شاء الله تسلم ايدك يا بلاصوها. الاكل بصراحه كان جميل، كان حلو قوي. هنا كان الاكل معانا خلص، كان الرز هنا طافين عليه كده، خدنا الاكل بقى على الرخامه خلاص بقى. وادي المكرونه بتاعتنا، وادي الصلصه برضو بتاعتنا، وادي البصل. بصي عاملين كميه بسم الله ما شاء الله لان كلهم بيحبوا البصل جدا. ودي الدقه. زي ما قلت لك ما تنسيش تعملي لي لايك. ربنا يسعد قلبك، ربنا يكبر بخاطركم، ربنا يفرحكم جميعا يا رب، ويسترها معاكم دنيا واخره. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان ورجوع المدارس وعارفه انت حاجات كتير كده. كل سنه وانتم طيبين، ينعاد عليكم الايام بخير يا رب. وده كان الطبق النهائي بتاعنا بتاع الكشري. ما تنسيش تعملي لايك. شكرا، ربنا يسعد قلبك.